السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا صافا الحمد لله. سوال عليكم، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال، وان شاء الله تكون صحتكم لاباس. قولوا لي كي راكم دايرين، كاش جديد، كاش برد، كاش مرحبا بصحاباتي جدد، مرحبا بكم في قناتي صغيره. البنات اليوم جيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو. شوفوا، هي صح كنت صورته بالطول، سمحوا لي يعني مولا نحط لكم فيديو بالعرض. هاد المره جا بالطول، قلت معليش يعني ما كنتش غادي نحطها، من بعد قلت لا نحطها، المهم طلع على صحاباتي باسكو راني مغيبه شويه. لا غالب عذروني، راني شويه مريضه، صحاباتي يدعوا لي بالشفاء ان شاء الله. هي اليوم كنت حاطه هاد الخزانه، قلت نصورها لكم شوفوكم تعرفوا باللي تنظيفه تاع رمضان وكاع. قولوا لي نتوما شكون دايرين فيها. انا زعما ماشي تنظيفه رمضان، غير نبغي زعما هكا نخمر الخزانه، باسكو انا قلت لكم باللي عندي خزانه معها بروبليم كبير كبير، ما نطيقش نخليها نقيه لا غالب. هي كنت الخزانه شغل نحط غير بالجهه ونعاود قلت نحط غير بالجهه نقي، ونعاود عاشيت حاطه كل شيء. شوفوا، تحمست تعرفوا فوق اللازم، ومن بعد حصلت واحد الحصله ما تيماجينيوش. وهنايا شوفوا هاد السرابت، هادو البنات اللي كنت ديتهم مع بعض، صراحه مازال ما استعملتهمش كاع. تخيلوا راهم قاعدين جدد، هي صح غاليين مي انا نشوفوا راهم قاعدين جدد باسكو كثرت بزاف سرابت. وهادو كنت شريت كل خطره كنت نشري وحدها وكاع كيما حنا نقولوا تعجبني. ومن بعد شريت هادو المنظمات وعمرت فيهم هاد السرابيت، عمرت فيهم الدراوات، ثم نص الصوالح يعني هادو لهم قاعدين هنايا وقاعدين نجدد، باسكو لاني جابدتهم اللي مخليتهم وحدهم ما ردهمش في هادوك المنظمات، ثم هادوك راهم كامل جدد. هيا وهنا قولوا لي البنات كيفاش راكم منظمين الخزانه، اسكو دايرين فيها سلول كيما صبابط هادوك جدد. شوفوا صبابط اللي خليتهم في الخزانه هادوك جدد، هادوك ماشي اللي نلبسهم ونردهم، باسكو اللي نلبسهم ما نردهمش تما. قولوا لي كيفاش راكم دايرين معاهم، باسكو انا ما لقيت لهمش صراحه الحل، ما نكذبش عليكم. ليسونسيال مع الخزانات تاع دروك ماهمش يشوف فيهم هادوك الفنقاوات. هي صح زعما يلموا بصح ما فيهمش الفنقاوات، تما شغل في التنظيمات تما تحصلوا حصله غير السكسو. وزيد هاد الخزانه انا البنات مره على مره نحطها نمسحها، باسكو شتو هادو تاع الجليسير تبقى هذيك البلاصه خاويه، تما غير تنفضيها في سهوله شغل الغبره كاع تدخل. هي اسمها لازم مرة على مرة تتفكريهم. وانا صراحه كي نجي دايره ايطاجات، كي نجي نجبد ايطاج صايك شي يروح. هيا انا شريت كنت قلتوا لي ديري لنا سهره مع الزوج، بارطاجي معنا وكاع. هيا انا كنت دايره سهره مع الزوج في العيد ميلاد تاعه، ان شاء الله المره الجايه نحط لكم تاع عيد زواجي يعني تاع كي قفلت عام. قلت لكم هنايا بغيت نبارطاجي معكم شويه افكار. شوفي كي تبغي ديري سهره وكاع، من الاحسن ديريها سامبل، ما تكثرش على روحك هذوك التغنجيق وكاع. ديري حاجه سامبل، ما باش يشري انا هادو الشموع، يشري هادو صوالح ملاح يعني تاع السهرات، باش هكا كي تبغي ديري سهره تصيبيهم. هنا كان الزوج كان لانيفرسير تاعه، وانا كنت باغيه نديرها له، يسمى درت حاجه خفيفه. تخيلوا في اخر لحظه شغل وجد. قولوا لي مدوا لي رايكم. ما عليك كانت زعما الحاله كلش مخربه، سما غير درت هاك وهاك وبارطاجيت معكم شويه شويه مقتطفات. سما من الاحسن تدو هذوك الدراوات اللي جايين في الغوج وكاع، باسكو تسحقوهم. دو خطره في الغوج، خطره في البلون، كيما انا في لانيفرسير تاعه حطيت درا في الغوج. بصح كيما في البنات كي قفلت عام الزواج ودرت كيما حنا نقولوا هذيك السهره، درت في البلون، جات تاني بزاف شابه. الوغ المره الجايه ان شاء الله نبارطاجيها معكم. ومن الاحسن كي باغي ديري سهره، يسمى هذيك البياس مونتي غير كومونديها. صراحه البلاد انا ما نصنعهاش كي تكون عندي سهره ولا منين داك خطره برك يعني خدمتها وحدي في الدار. بي السهرات الاخرين كامل كنت نشريها، ما نكذبش عليكم نشري ونوجد زعما غير حاجه خفيفه هكا في الدار. وبالنسبه للعشاء حاجه باينه يعني ندير العشاء. يسمى اللي راهم ساكنين مع اهل الزوج ويقولوا لي بلي كيفاش ديري سهرة مع الزوج وكاع. نقولكم عادي باسكو عندكم شومبرة خاصة، يسمى راكي دايرة عشاك نتيا والزوج والعائلة، تعشيتي عشاك نورمال.
حاجة باينة روحي وجدي صوالحك نورمال شكون راح يدخل لك أصلا في الشومبرة. وزيد أصلا كي ديري يعني مع العائلات ما كيش راح تنحرمي زعما من السهرات ولا يسمى عادي. إلا حبيتوني نبارطاجي معاكم أكتر يعني مرة على مرة نبارطاجي معاكم سهرة قولوا لي واش تحبوا تشوفوا واش راكم حابين تاني. إلا حبيتوا تاني نوريلكم واش تقدروا تلبسوا وكامل ثاني قولوا لي اكيد مانيش راح نبخل عليكم البنات. المهم شوفوا جيت نطلع عليكم بهذا الفيديو على بلي ما طولتش عليكم هاد الخطره ما طولتاش سمحوا لي البنات ان شاء الله نريح في صحتي ونعاود نولي لكم عوده قويه. تهلاو في روحتكم استووا الجيم والابوني ومع السلامه.